السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال اقول لك ازاي تركب فيشة شريط الليد اللي هي ام 4 اطراف دي كده، زي ما انت شايف اهم 4 اطراف جوه كده. والفيشة دي طبعا بتبقى فيها كده علبة وبزرار دي اللي بتخلي النور يقطع الكهرباء يغير، وبتيجي معاك كده القطعة دي اهي اللي بتلاقي فيها 4 من هنا و4 من فوق. تعالى بقى اقولك ازاي تركبها. وده بيبقى شكل شريط الليد اهو، بيبقى عامل كده، بيبقى تخين وبتلاقي فيه كده 4 اطراف زي ما واضحين كده قدامكم. تعالى بقى اقولك ازاي تركبها وبكل سهولة. تابع معايا الفيديو. طبعا اول حاجة هتجيب كده القطعة دي وهتجيبها كده من عند الحتة اللي هي الرفيعة دي، مش التخينة. انت بتلاقي كده من فوق في حتة كده تخينة اهي بالشكل ده، والناحية التانية الحتة بتاعتها بتبقى رفيعة كده بالشكل ده. فانت هتجيب الحتة الرفيعة دي، هتجيب بقى النور بتاعك هتجيبه كده من هنا. هتلاقي كده النور زي ما واضح قدامكم في 4 خرام اهو بالشكل ده. ال4 خرام اللي لونهم اسود ده هتجيب بقى القطعة دي من عند ال4 شوك الرفيعين، هتدخلهم في ال4 خرام اللي واضحين قدامكم دول بالشكل ده اهو. ولا واوعى تدخلها غلط، عشان ممكن لو دخلتها غلط تعمل لك قفلة في الليد وتحرق لك شريط الليد. فانت تدخلها صح. انا مثلا هدخلها في ال4 خرام اهو زي ما واضح قدامكم. ولازم تدخلها مع، يعني هو هنا هو 4 خرام، لازم تدخل ال4 شوك الرفيعين في ال4 خرام بالظبط اهو بالشكل ده كده، الشكل ده. وتفضل تدخل لحد ما تخش معاك كده اهي بالشكل ده. وهي كده طبعا اهي، بص دخلت معانا اهي. ولازم برضو تبص عليها كده من هنا تشوفها لامسة ال4 اطراف اللي جوه ده دول ولا لا. لو لقيتهم مش لامسة ال4 اطراف اخلعها وجرب ركبها تاني من الاول لغاية ما تلاقيها دخلت في ال4 اطراف اللي جوه دول. هنيجي طبعا للمرحلة التانية وهي الفيشة دي اللي في ناس كتير ما بتعرفش تركبها. انت طبعا الفيشة دي بتبقى فيها كده علبة ايه، بتبقى فيها زرار دي اللي بتدي النور إضاءة متحركة. فانت هتجيب الفيشة من عند الحتة دي كده، هتبص جواها هتلاقي كده في من جوه اهو زي ما واضح قدامكم 4 خرام اهم دول واضحين قدامكم اهو. فانت طبعا هتدخل ال4 شوك اللي طالعين دول، هتدخلهم في ال4 خرام اللي في الفيشة دول بالشكل ده. او لازم تفضل تحاول شمال ويمين كده لحد ما تلاقيها دخلت معاك، وتبص عليها كده برضو من هنا اهي. بص لازم تحاول تدخلها، وبرضه ما ينفعش تدخلها غلط، عشان لو دخلتها غلط طبعا هتعمل لك قفلة وممكن تحرق لك كمان العلبة دي. فانت تدخلها صح، هتفضل كده تحاول شمال ويمين لحد ما تدخل معاك وكده. طبعا بص هي دخلت معانا لغاية الآخر. يلا نجرب. وطبعا انا هجرب كده اركب الفيشة اهي، دي الفيشة بتاعتها. طبعا انا كده دخلتها، وطبعا كده الليد ما اشتغلش معانا. فانا هقولك تعمل ايه لو ما اشتغلش. طبعا لو فرع الليد ده ما اشتغلش معاك هتخلع كده الفيشة كده اهي بالشكل ده. وبعد ما تخلعها تقوم قلبها كده اهي زي ما انا قلبتها كده، وهتدخل عادي خالص. وهتفضل برضو تحاول شمال ويمين لحد ما تخش معاك وكده. طبعا اهي دخلت معانا بالشكل ده كده. هنجربها. طبعا انا كده جربتها وكده شريط الليد ده واشتغل معايا بالشكل ده، واشتغل اهو بيغير. وهنغير كمان من هنا
وكده طبعا شريط الليد ده شغال معانا زي الفل. وكده طبعا الطريقة نجحت معانا اهي كده بالشكل ده. وكده فرع الليد ده شغال بالشكل ده. ما تنساش بقى لو عجبتك الطريقة دي تدعمني بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. سلام.